ان انا لما ابني يبقى انا قدام عينه غير لما هو في شقه وانا في شقه. طب استني مش قادره طيب اكمل، مش هقدر استني. أكمل. اقول لك دول كمان الشبكه لحد ما تجيب لي الفلوس. حبيبة بابا تعالي، هو مش انتي اللي انا مستنيكي، انا الحقيقة مستني الاستاذة ريهام سعيد، بس على ما الاستاذة ريهام تقع نشوف بقى الاستاذة رضوى الشربيني بتعمل ايه. الاستاذة رضوى تقريبا الريتش عندها واقع، مش عارف، مع انها ما بتتكلمش عن اسرائيل يعني، فقالت لك اعمل ايه، الكروان مشاكل مش هجدع مني، فراحت جايبه واحد وواحده نفسهم يمثلوا، قالت لهم تعالوا انا اعمل لكم انا بقى مشهد تمثيلي في البرنامج، انت هتعمل ابن امه وهي هتعمل مقهوره وترمي لك الدبله في وشك قدام الناس، ويعني نعمل نشاط اجتماعي كده زي دخلة فرج الخروف. حضرتك لما تزوجتي من والد أحمد من سنين طويلة كعروسة وكزوجة، عارفة يعني إيه البنت أو الست يبقى عندها مملكتها؟ استاذة رضوى، هو انت مانيكان لشانيل؟ يعني حتى شانيل في الياقة القميص وشانيل هنا وشانيل هنا، انت مش فاترينة شانيل عشان يعلقوا عليها منتجاتها، زي برضو الماركة بتاعت بولان شارك دي ما بطيقش البسها، بحس ان انا لابس اليافطة بتاعت المحل. لا انا مش عايزه ابعد عن ابني ولا ابني يبعد عني. ازاي بقى؟ اداء عالي من الاستاذة رضوى، تفوقت على الاتنين ممثلين المبتدئين اللي لسه بيشقوا طريقهم عندك في البرنامج دول. الفيلم ده كله طبعا اي كلام، الجماعه الفيمينست عايزين يطلعوا الراجل ابن امه ومعرفش ايه ومفيش ريحه الكلام ده، والست اللي هي اساسا المفروض الاستاذه رضوى دي مستعجبه من كلامها قوي، اللي هي ام العريس دي لا ام ولا نيله، دي هتطلع خالته اصلا كمان في الاخر، والعروسه اللي هي رمت الدبله في وشه ممثله نفسها تمثل وهي. انت عرفتي تمثلي الدور كويس. استاذه ايمان واحمد، ايمان واحمد نجوم الترند، ممثلين صح؟ ممثلين. لو سمحتي اقلعي الكاب، وري وشك للكاميرا، اقلعي الكاب خالص، خلي الناس تشوفك عشان تعرفك. انا قولي لهم انا، امسك يا فندم المايك، لهم انا امان. انا امان صاحبه الترند. ايوه. طب بالله عليكي اشرحي لنا، لما قلعتي الذهب كان مطلوب منك تعملي ايه بالظبط؟ يعني مين اللي قال لك الاعداد؟ هو انا اللي كان مطلوب مني ان انا بعد ما مامته تصر في التليفون ان انا اعيش معاها. مامته اللي هي خالته. ايوه ايوه ركزوا، مامته اللي هي خالته. ده شغل الاعداد استاذه رضوى، شغل الاعداد صح؟ بعد ما تصر في المكالمه ان انا افضل عايشه معاها وكده وما نجيبش شقتين ونقترح كل الحلول وهي ما توافقش برضو، ان انا اسيب له الذهب تمام واقول له ان انا كده مش هقدر اكمل، وفي نفس الوقت ارجع تاني اخد الذهب بتاعي اقول له بقى لما تجيب لي الفلوس بتاعت الجمعيه. مظبوط. بس وبالفعل انا نفذت اللي هم قالوا لي عليه عشان ممثل. احمد ممثل اتظلم في الموضوع جامد الصراحه. الولد اتحط انه مش راجل، ابن امه بالظبط. ايا كان اللي حصل، دول ولاد ممثلين عايزين يبقوا نجوم، عايزين يظهروا، احنا بنستغلهم عشان نضلل الرأي العام. ده اسمه تضليل للرأي العام. لما اجيب ممثلين واطلعهم قدام الرأي العام على انهم قصة حقيقية يبقى فيه غش وتدليس. هي ما طلعش ابن امه، طلع ابن خالته، والناس ما سكتتش بقى، خصوصا الفيمينست، قالت لك في راجل عامل مشاكل هناك اهو، هجوم بسبب حماتها نهت خطوبتها. بسبب حماتها نهت خطوبتها، والنبي حلوه تنفع مطلع اغنيه للست الاستاذه شيرين وحسام دي. مساء الخير. لا انت حضرتك فاضيه وبالك طويل، انت الوقت اللي بتعملي فيه فيديو انا ممكن اعمل فيه 4 فيديوهات، طب ما نقعد كل ده في مساء الخير. من حق الزوجة في الإسلام إن يكون ليها بيت مستقل. هو انتوا مش عارفين من الاسلام غير الحقوق الزوجيه وعايزين تعملوا قايمه والحاجات دي؟ مفيش طب فقه حديث شريعه اي حاجه من الحاجات دي، اي مصلحه يعني. بنت ب100 بنت، مش محتاجين نقول ب100 راجل عشان تطلع جدعة يعني. يا بنتي الرجاله كتير، بس لانهم رجاله فظروفهم صعبه، انتوا اللي بتروحوا تتجوزوا لوسي ابن طنط فكيهه اللي وارث له مليمين من ست ولا تيتو. خلاص خلصتوا الترند، وامك ثم امك ثم امك، والرجاله اتعصبوا وشدوا في شعرهم، والولاد خلاص قالوا كل اللي اتكلموه والاحاديث اللي عرفوها عن بر الام وبر الوالدين. ايه يا حاجه عايزه ايه؟ خلصنا شغل لنا حضرتك بقى برنامج الستات ما بيعرفوش يكذبوا.
كلمة أخيرة بس حابب أقولها، أنا كتير هتلاقيني بصدد الممثلين والتلفزيون، لأن التلفزيون ده بجد فيه بلاوي يمكن أكتر من تيك توك نفسه. بس التلفزيون الناس بتصدقه، الناس بتقولك ده جه في التلفزيون فمعنى كده إنه أكيد صح. إنما تيك توك الناس بتشك، تقولك ده كلام نت ممكن يكون مش صح. فالتلفزيون بجد يمكن يكون أخطر كمان. اتقوا الله في اللي بتقدموه. الأستاذ الفاضل أستاذ ضياء رشوان، المفروض حضرتك يكون ليك دور أكتر من كده. أنا دايما بعادي ممثلين كتير لأنهم بيقولوا حاجات لا ليها علاقة بالدين وعكس ما يوجد في الدين أصلا. تمام؟ وده موجود في أفلام كتير ومسلسلات، تقدر تشوف الفيديو بتاعي اللي اتكلمت فيه عن الموضوع ده قبل كده. إنما أنا الناس اللي بتقعد تقول لي بلاش الناس دي وكده، أنا قضيتي أكبر من الناس.